الجزء السابق كانت الأحداث كلها حماسية، وخصوصا لما منغ قابل السيد دي اللي أنقذه منغ من الموت بسبب لعنة الأرواح اللي كانت موجودة في الشجرة، وده خلى السيد دي نفسه يساعد منغ بأي طريقة عشان يلاقي العلاج لأبوه. هل السيد دي فعلا هيساعد منغ إنه يلاقي العلاج لأبوه؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. عاوزك تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساش اللايك العسل بتاعك، ويلا نكمل القصة. بعد ما شفنا لونج بياخد منغ علشان يروحوا للسيد دي، وقتها منغ اتفاجئ بشجرة عليها رؤوس كتير وجواها غضب، والشجرة دي سبب مرض السيد دي، وقدر منغ انه يساعد السيد دي ويتخلص من المرض اللي كان بيعاني منه من فترة كبيرة، والمرض ده كان مرتبط بغضب الأرواح اللي على الشجرة واللي رابطها بتعويذة. بعدها طلب منغ من السيد دي يتخلص من الرؤوس اللي على الشجرة في أقرب وقت ممكن. وقتها السيد دي المغرور انحنى ليه شكر لأنه أنقذ حياته، وبيقول له اطلب اللي أنت عايزه وهحققه لك. فبيقول له منغ أنا فعلا محتاج مرارة دم التنين. فبيرد السيد دي وبيقول له أنا كده هدور لك عليها كويس، بس خلي بالك مرارة دم التنين لها خصائص طبية قوية جدا وتعتبر دواء سام، لو ما استخدمتش الدواء ده كويس وخليت بالك هيبقى مش حلو أبدا ليك. فبيرد منغ وبيقول له هتقول انت بس وما تقلقش بخصوص الباقي. فبيوعده السيد دي انه اكيد هيلاقي مرارة دم التنين، وبيقول له في الفترة الأخيرة عملوا تعديلات على مرارة دم التنين فبقت أفضل. وقتها منغ بيقول لنفسه كده خلصت الموضوع، وبيقول لهم يلا أنا همشي الأول، وقبل ما امشي بطلب منهم يخلوا بالهم من موضوع الشجرة وتخلصوا من الرؤوس اللي عليها عشان الغضب اللي عليها يروح. فبيرد لونج وبيقول له ما تقلقش انا هتابع الموضوع ده بنفسي. فبيقول له منغ خلاص انا عاوز اسمع اخبار حلوه، وبيمشي. فبيوقفوا السيد دي، فبيقول له منغ يا ترى في حاجه تانية عاوز تقولها عشان الوقت اتاخر. فبيقول له ايه اتمنى انك تقدر تديني شرف انك تاكل اكله سريعه في بيتي قبل ما تمشي. وقتها لونج بيقرب من منغ وبيقول له اقعد اتعشى معانا وساعتها هنتكلم اكتر عن مرارة دم التنين. في اللحظه دي منغ بيقول طالما الموضوع كده يبقى خلينا اضايقك ونتعشى سوا. بعد كده بنشوف يايا بتوصل لمكان شغل ليه، فبتتفاجئ السكرتيره وبتقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ فبتقول لها يايا هو فين ليه فتنغ؟ يا ترى هو هنا؟ انا عايز ادخل واشوف بنفسي ايه اللي بيعمله. فبتحاول السكرتيره توقفها وبتقول لها مش ممكن تدخلي، الرئيس ليه عنده شغل كتير وممنوع اي حد يدخل عليه عشان مشغول، وبيكون ليه نايم في 7 نومه. ومجرد ما بتدخل هي بتتفاجئ وبتقول له هو ده الشغل اللي بتقول لي عليه، واضح انك مشغول فعلا بس بالنوم. فبتتوتر السكرتيره وبتقول لها ممكن يكون السيد ليه تعبان قوي من الشغل عشان كده ريح شويه. وقتها هي بتغضب وبتقول له حلو قوي يا سيد ليه، انا اتهزق واتمرمط بكرامه الارض وانت نايم لي هنا وعمال تحلم وما هنش عليك حتى تيجي تساعدني. وبتفضل تقوم فيه فبيصحى ليه وبيكون متضايق وبيقول لها مين اللي اتجرأ يصحيني من حلم الحلو، انا زهقت من العيشه دي. وبيزعق ليايا وبيقول لها انت ايه اللي جابك هنا؟ فبيلاقي ان هي متضايقه. وقتها بيلم نفسه شويه وبيقول لها يا ترى بتعملي ايه هنا؟ فبتقول له انا اتبهدلت في الفيلا ولما اتصلت عليك قلت لي انك مشغول جدا ومش هتقدر تيجي، وفي الاخر انت نايم لي هنا. وقتها السكرتيره بتعتذر للسيد ليه وبتقول له اصرت تدخل وانا حاولت امنعها لكن ما قدرتش. فبيزعق ليه وبيقول لها اخرجي مالكيش لازمه، وبيهدي الدنيا مع مراته وبيقول لها كنت مشغول فعلا في الشغل في الوقت ده لكن حسيت اني تعبان قوي فقلت اريح شويه صغيرين عشان اقوم فايق. فبتقول له يا تمام حلو قوي، وبتكون متضايقه وبتروح تقعد وبتقول له خدعتني واجرت الفيلا وطلعت كداب كبير. فبيحاول ليه يضحك عليها وبيقول لها انا بحبك قوي ازاي ممكن اكذب عليكي؟ فبتقول له كل الرجاله كدابين زي بعض. فبيحاول ليه يضحك عليها ويعبر لها عن حبه وبيقول لها انا يعني اجرت الفيلا دي ليه؟ مش عشان اجيب فلوس واحده تانية واجيب لك فيلا جديده خالص؟ فبتتفاجئ يايا وبتقول واضح قوي. فبيرد ليه وبيقول لها اكيد وانا هكدب ليه؟ هو انا اقدر اتحمل اسيبك تعيشي في بيت متاجر على طول؟ مش هبقى مرتاح ابدا. فبتلم يايا الموضوع. وقتها ليه بيعبر له عن حبه. فجاه بيوصل باباه السيد لاو انت لسه عندك وقت تعمل الحاجات دي دلوقتي؟ لونج مش هيقدر يعمل اي حاجه ومش هيقدر يتحكم في منغ، بل بالعكس منغ اللي بقى بيتحكم فيه. فبيرد ليه وبيقول له طب انت عايزنا نعمل ايه؟ فبتقول له يايا انا حاسه ان في حاجه غريبه، انا عارفه منغ كويس، لا عنده فلوس ولا عنده قوه ولا عنده بيت، ازاي عيلة فانغ والسيد لونج يبقوا معاه قوي كده ويسندوه؟ فبيغضب السيد لاو وبيقول لها انت بتقولي ايه؟ لولاكي عيلة ليه ما كانش هتدخل في مشكله مع الراجل زي ده. فبيحاول ليه يوقف باباه. فبيقول له ايه لازمه الكلام ده دلوقتي؟ مفيش حاجه هنقدر نعملها دلوقتي. فبيغضب لاو وبيقول له انت مالكش ولا لازمه ومش قادر حتى تتعامل مع حاجه صغيره زي دي. فبيتوتر ليه وبيقول لنفسه ايه الحظ الوحش ده؟ منغ ازاي عنده القوه دي كلها؟ دي بتتعامل عيلة فانغ واللورد لونج في نفس الوقت. وقتها السيد لاو بيطرد يايا ورا المكتب وبيقول لها اخرجي من هنا. فبتتوتر هي وبتبص لجوزها اللي هو يعني حامل حمم اللي هيحميها. وقتها ليه بيقول لباباه يايا مش غريبه يا بابا ليه هتخرجها؟ فبيرد له وبيقول له
اخرس، انا قلت يا تخرج يعني تخرج، لولاها ما كانش هيبقى في مشاكل كتير زي كده. فبتخرج يايا، وهنا ليه بيحاول يلم الموضوع وبيبتسم ابتسامه سخيفه كلها خوف وبيقول له مفيش حاجه مستاهله الزهق ده كله، ازاي هتجيب ليك اطفال في المستقبل؟ انت نسيت ان دي مرات ابنك؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا بابا؟ فبيغضب لو وبيرمي الكاس اللي في ايد ابنه وبيقول له هو انت ما تعرفش تستخدم عقلك ابدا؟ وقاعد تشرب ليه؟ انت هتيجي معايا الحفله بكره. وقتها ليه بيكون بارد جدا وبيقول له انت قصدك المدبه؟ حلو قوي. وبيقول له لا، وخلي بالك كل اللي يحضر حفله المدبه دي شخصيات مهمه جدا، فانت لازم تتصرف بكره بشكل كويس، مفيش في ايدنا حاجه تانية نعملها يمكن نظبط بيها الدنيا. فبيرد ليه وبيقول له ما تقلقش من ناحيه التواصل الاجتماعي، مفيش احسن مني، انا هظبط لك الدنيا، سيب لي بس الموضوع واستنى اشوف انا هعمل ايه. من نظرته وضحكته الغريبه ده شكله كده عاوز يبوظ الدنيا. وقتها لو بيقول لنفسه طالما لونج مش هيعمل لنا اي حاجه، انا لازم ادور على شخص اقوى منه، انا مش قادر اصدق ان مش قادر اخلص من موضوع الزباله اللي اسمه منغ. وفي بيت السيد دي بنشوف منغ ولونج بيتعشوا معاه. وقتها السيد دي بيقول مرضي القديم خف خلاص النهارده، انا مبسوط، والنهارده قابلت السيد لونج مره تانية، الراجل ده راجل طيب جدا، النهارده هزود كاسين كمان. وبقول للونج تعالى يا لونج فرغ لنا المشروب، وبيصب لونج المشروب. وقتها السيد دي بيقول عدى وقت كبير عن اخر مره شربت معاك كاس، لازم اشرب كاس كمان زياده. وقتها منغ بياكل وبيقول الاكل ده احسن بكتير من اللي في السجن، انا كمان عايز اشرب، ممكن تبنى لي كاس؟ في الوقت ده السيد دي بيقول بخصوص اللي حصل النهارده انا بشكرك مره تانية، وبيشربوا مع بعض. فبيقول له منغ مش لازم تشكرني، انا ما عملتش اي حاجه. في الوقت ده السيد دي بيقول لنفسه انا كده مش محتاج اقلق ابدا بخصوص اي حاجه، السيد منغ طلع شاطر ولازم انسجم معاه كويس قوي. وهنا بيقول لمنغ انا بكره هعمل مدبه وعايزك تحضر معانا، وكل الاشخاص اللي هيبقوا في المدبه دي من مستويات عاليه جدا وكبار الشخصيات. وبيدي له كارت الدعوه بيقول له الناس دي ليها علاقه كويسه جدا معايا، واكيد هيعوضوك كويس عن اللي عملته معايا، انا على استعداد اخصص الموارد دي ليك واحد ورا التاني. فبيرد منغ وبيقول له مش لازم ازعجك وقتها. السيد لونج بيدي الدعوه دي لمنغ وبيقول له شكرا ليك على لطفك، انا حابب اشكر السيد منغ بالنيابه عنك، واكيد بكره هنبقى هناك في الوقت المحدد. فبيتفاجئ منغ، وهنا بيقرب السيد لونج من منغ وبيقول له طالما السيد دي نيته طيبه يبقى لازم تقبلها، وما تقلقش انا هكون معاك. فبيقول السيد دي بكره مفيش حد هيتجرأ يقف قدامك ابدا ويقول عليك كلمه واحده، دول مش بس هيتفاجئوا بيك، دول كمان هيحترموك. فبيوافق منغ وبيشكره. وعند العشاء بنشوف السيد لونج ومنغ وتشو خارجين. وقتها لونج بيغضب وبيقول هي العربيه ما وصلتش لحد دلوقتي ليه؟ فبتعتذر تشو وبتقول له ارجوك اهدى، في زحمه في المرور على الطريق وهتاخد وقت لحد ما توصل هنا. بيرد لونج وبيقول لها احنا هنستنى قد ايه؟ روحي هات العربيه التانيه. وقتها منغ بيقرب من لونج وبيقول له ارجوك استنى، وبيقول له مفيش مشكله بس انت ليه خدت القرار بنفسك في موضوع الحفله؟ فبيرد لونج وبيقول له انا خدت القرار عنك عشان خاطرك. فبيتفاجئ منغ وبيقول له عشان ازاي؟ وعلى فكره يا جماعه هي دي نفس الحفله اللي هيكون موجود فيها عيله لي، يا ترى ايه اللي مستني منغ في الحفله؟ وده اللي هنشوفه في الاجزاء اللي جايه. عاوزك قبل ما تمشي يا صديقي العسل تسيب لايك للفيديو ده، ويا ريت تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وان شاء الله استناك الجزء اللي جاي.